اهلا وسهلا. غادي نوجد معكم هنايا في هذا الفيديو واحد الحليوه ساهله مهله، لد منها ما كاينش واسهل منها ما كاينش. هنايا غادي تاخذوا لي شويه ديال الكاوكاو او الفول السوداني، غادي نوضعوه في هاد اللاطه اللي غادي ندخلوا للفرن، غادي نحمروه حتى كيتحمر على هذا الشكل هذا. غادي نقشروا نحيدوا له القشور ديالو. فوالا، بعد ما قشرنا الكاوكاو ديالنا غادي نطحنوه، ناخذوا واحد الاشواغ وغادي نطحنوا الكاوكاو ديالنا حتى يتهرمش على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتلاحظوا كيكون غير مهرمش، ما مطحونش مزيان. غنوضعوه في واحد لو بول وغادي ناخذ العسل، هو باش غادي نجمع هذا الكاوكاو ديالي. فوالا، كنبدا نضيف العسل تدريجيا، وانا كنضيف العسل وانايا كنجمع الكاوكاو حتى كنحصل على داك القوام اللي كيكون هكا شاد في راسو وصافي. وكنحبس، ما كنزيدش نضيف في العسل. فوالا، كما كتلاحظوا بعد ما دخلت العسل مع الكاوكاو غادي نحاول نوضعه فوق ورق الطهي او بلاستيك او اللي بغيتو. كنحاول نسرح الكاوكاو ديالنا بحال هكذا، باش نحصل على واحد طبقه ديال الكاوكاو ما تكونش سميكه وما تكونش رقيقه، بين وبين، باش هكا كتجيني الحليوه في المنظر زوينه. كما كتلاحظوا بعد ما قديت الوجه ديال الكاوكاو، نحاول نقاد حتى الجناب. هانتوما كتلاحظوا السمك ديال ديال لاباط. ولا هنايا استعملت ورق طهي باش ما يلصقليش الكاوكاو في المدلك. موراها غادي ناخذ شكلاط بيض. تقدروا تستعملوا شكلاط بيض او شكلاط كحل او لا شوكولا ولي اللي بغيتو. انايا هنايا بغيت نستعمل الشكلاط بيض باش نزين بشوكولا نوار. صافي، غادي ندوب الشكلاط ديالي في البان ماغي او في الميكرووند. بعد ما دوبت الشكلاط غادي ندوز مباشره باش نصبو فوق هاد الطبقه ديال الكاوكاو. كنحاول ندير واحد الطبقه مقاده، فوالا كما كتلاحظوا. غادي نخلي الشكلاط ديالي حتى كينشف. كنعاود نقلب الحلوه ديالي على هذا الشكل هذا في واحد البلاطو. بيان سور نحاول ما امكن انني ما نهرسش داك الشكلاط والكاوكاو باش نحصل على واحد الحلوه زوينه في المنيطر. كنعاود ندوب الشكلاط ونصبو فوق الجهه الاخرى ديال الحلوه. فوالا، وكان ايطالي الشكلاط هكا في الوجه الاخر ديال الحلوه. وكنعاود نخليه حتى كيبدا ينشف، ماشي حتى كينشف على 100%، ولكن حتى كنحس بيه صافي راه شد في راسو. هنايا كناخذ شويه ديال الشكلاط كحل باش غادي نزين. كنديرو في البوشادوي، كنديرو في بلاستيكه. انا درتو هنايا عندي في بلاستيكه ديال الكوزينه. ووضعت الشوكولاته السوداء بعد ما ذوبتها، وكندير خطوط على هذا الشكل هذا. هنايا كناخذ واحد العود ديال الشوا وغادي نبدا ندير الخطوط على هذا الشكل هذا، خط غادي وخط جاي باش يعطيني هذا الشكل زوين. صافي، غنبدا نقطع هكا الحلوه ديالي على شكل طولي كمرحله اولى بواحد الموس او بواحد السكين يكون ماضي. فوالا، من موراها مباشره غادي نبدا نقطع بشكل مائل هكا بالعرض باش يعطيني واحد الشكل ديال معين يكون مقاد وزوين. انا هكذا فضلت نقطع الحليوه ديالي، كتجي على هذا الشكل هذا شكل زويون بزاف، كيشهي وحتى في المذاق كتكون بنينه غزاله. جربوها، راه سهله ومكونات كما لاحظتوا بساط. صحه والراحه.